وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية، وعنوان هذه الحلقة حضور الحرف العربي في اللغات الأفريقية. من أوروبا انتقلنا إلى أفريقيا. إن الشعوب الإفريقية كسائر الشعوب الأخرى تتمتع بآدابها وثقافتها وتقاليدها. قبل أن يدخل الإسلام إلى أفريقيا كانت فيها شعوب وكانت لها آداب وكانت لها ثقافات وعادات وتقاليد، يتجلى ذلك من خلال احتكاكها الاجتماعي والثقافي على مستوى الفرد أو الجماعات، بيد أن ذاك لا يعني نفي ثقافة الأخذ والعطاء بين شعبين مختلفين في ثقافة ولغة. والاستفادة من ثقافات أخرى عبارة عن إثبات ضرورة الحياة بين أبناء البشر. أبناء البشر يتعاونون ويأخذون من بعضهم، وليس علامة للضعف والإهانة. قد تكون هذه الاستفادة في إطار العادات والتقاليد أو في إطار اللغة والكتابة، وعليه ندرك أن الشعوب الإفريقية قد استفادت من ثقافة اللغة العربية وآدابها من حيث الثقافة كثقافة، ومن حيث اللغة باعتبارها أداة التواصل والتفاهم بين الجانبين كلغة. وعليه ندرك أن الحرف العربي قد حظي بقسط عريض من قبل الشعوب الإفريقية برضا القلوب وبصدق النية في استعماله لحوائجهم اليومية على المستوى الثقافي والديني والسياسي. بعد ما دخل الإسلام وانتشرت اللغة العربية، انتشر معها الحرف العربي. ما هي صلة اللغة العربية باللغات الأفريقية؟ يرى بعض الباحثين أن روابط العلاقة بين الإنسان العربي والإنسان الإفريقي عبر التاريخ لم تقتصر على العامل الديني فحسب، بل هناك عامل آخر قد يكون عاملا سباقا للعامل الديني، وهو البعد الهجري، أي الهجرة، بعد الهجرة أو الهجرات في فترة من الفترات بعد القبائل العربية قد نزحت من الجزيرة العربية قبل الإسلام. العرب لهم صلات قوية بالقارة الإفريقية، وحطت رحالها مثل سلالة كنعانية نزحت من العراق، وسلالة سنهاجية نزحت من اليمن. كل هذه القبائل العربية التي هاجرت إلى أفريقيا امتزجت بشعوب هذه القارة وتصاهرت معها. ثانيا، البعد الإسلامي. جاء الرابط الديني بعد فتح العرب القارة الإفريقية منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن بعدهما حصل رابط ديني، وسرعان ما تحولت الشعوب والقبائل التي تسكن شمال أفريقيا وجزء من شرقها وغربها إلى شعوب مستعربة، أي تتكلم باللغة العربية. اتخذت اللغة العربية لغة خطاب وتواصل بينهما، لا لغة عبادة فحسب، إنما لغة تواصل وثقافة. وبمجيء هؤلاء الفاتحين إلى القارة تقوى العلاقة بين اللغة العربية واللغات الإفريقية. فاللغات الإفريقية كانت لغات شفهية لا تكتب، فإنما جاء العرب وجاءوا بهذا الحرف العربي كتبت هذه اللغات الإفريقية أو بعض اللغات الإفريقية بالحرف العربي. ثالثا، البعد التجاري عبر الصحراء. عامل تجاري هو عامل
مسهم في الاحتكاك بين الشعبين العربي والإفريقي. العلاقة التجارية بين شمال الصحراء التي يسكنه العرب أي شمال إفريقيا، وجنوب الصحراء أي جنوب وسط وغرب إفريقيا، وبين جنوبها الإفريقي الخالص. أكبر دليل على ذلك طرق تجارية شرقية متجهة إلى ليبيا من طريق فزان وإلى مصر. ربطت التجارة بالطريق الغربي المؤدي إلى بلاد التكرور عن طريق قافلات. هكذا كان التواصل الاجتماعي بين العرب وأصحاب الأرض الإفريقية. البعد العلمي: التطلع والاستطلاع على ثقافات إفريقيا والبحث عن خفاياها، عن خفايا عاداتهم وتقاليدهم، والوقوف على لغاتهم بالبحوث العلمية، ولا سيما الشعوب المسلمة، كفيلة لتقوية الصلة بين اللغة العربية واللغات الإفريقية. والرسائل العلمية والجامعية كانت مهتمة بإجراء الدراسات الأكاديمية في هذه اللغات للأغراض العلمية. خامسا، البعد السياسي: بعد انفتاح العالم على مصراعيه، فإن العلاقة الدبلوماسية بين العالم العربي والقارة الإفريقية باتت حاجة ملحة بين الدول لتبادل المصالح عن طريق الهيئات الدبلوماسية، وهو من العوامل المهمة في الوقت الراهن في تقوية الصلة بين اللغة العربية واللغات الإفريقية، حيث تظهر مكانة اللغة العربية في إفريقيا باعتمادها على مستوى سياسي رفيع لتكون لغة رسمية بمنطقة لتكون لغة رسمية في القارة الإفريقية. ويرى بعض الباحثين أن انتقال هذه اللغة العربية إلى بلاد إفريقيا يكون وهذا أكبر دليل على ذلك، أن الطرق تجارية شرقية متجهة إلى ليبيا. ويقول الباحث في علم اللغات: المسار التاريخي بين الحرف العربي واللغات الإفريقية، كتبت اللغة الفولانية وهي لغة إفريقية لها امتداد في بلاد إفريقيا بالحرف العربي. كتبت هذه اللغة الفولانية بالحرف العربي باعتبارها سباقة في الاحتكاك بالإنسان الإفريقي، والعرب أول من وطأت أقدامهم ساحة القارة لغرض تجاري أو ديني. وتأثر المجتمع المسلم من شعوب الإنسان الإفريقي بالثقافة العربية. بعد دخول الإسلام إلى هذه القارة، الشعوب تأثرت بالإسلام وبلغتها وهي اللغة العربية، لذلك كثير من اللغات الإفريقية كانت تكتب بالحرف العربي وتبدأ من اليمين إلى الشمال. ولكن حينما جاء الاستعمار أراد أن يطمس الإسلام في نفوس الشعوب الإفريقية، فأبعد هذه اللغة عنهم وجاء بحرفه اللاتيني أو بلغة الغرب. والعرب أول من وطأت أقدامهم ساحة القارة لغرض تجاري أو ديني. وتأثر المجتمع المسلم من شعوب الإنسان الإفريقي بالثقافة العربية، عادات وتقاليد في كثير من حياته اليومية، بناء على هذه العلاقة الدينية والتاريخية التي جمعت بين اللغة العربية واللغات الإفريقية. اقتبست هذه اللغات بعض مفرداتها من اللغة العربية، واستفادت من هذا الاقتباس استفادة علمية جمة، حتى أصبحت اللغة العربية لغة الدين والثقافة والحياة الإدارية في إفريقيا عموما. وسادت الثقافة الإسلامية بشكل خاص في مجتمع الغرب الإفريقي في عصر إمبراطورية مالي وسنغاي والفلاتيين أو فلانيين في سكوتو وكانم وبورنو. هذه الممالك تناولناها في الحلقات التي سبقت أو مضت.
كانت لها دور في نشر اللغة الإسلامية والتعاليم الدينية. وكانت المعاهدات والرسائل التي تكتب بهذا خير دليل قاطع على ذلك. استعملت هذه الرسائل وهذه المكاتبات استعمل فيها الحرف العربي، فيشار بشيء من هذا القبيل مما تم تلميحه بالنص بأن اللغة الفلانية كانت تكتب وتقرأ منذ فجر تاريخها بخط عربي وبحروف عربية حتى وقت قريب. والدليل على ذلك وجود المخطوطات والكتب باللغة الفلانية مكتوبة بالخط العربي. كما قلنا اللغات الإفريقية معظمها كانت شفهية ليس لها خط يكتب به، وظل وضع اللغة الفلانية على هذه الحال عدة قرون حتى توغل الاستعمار أو الاحتلال الأوروبي في القارة الإفريقية، حيث بدأت خطته الاحتلالية لاستبدال الحروف العربية التي كانت تستعمل في كتابة هذه اللغة بالحروف اللاتينية لقطع الصلة بين هذه اللغة والعربية. وهكذا نال الحرف العربي القبول والاهتمام لدى الشعب الإفريقي في الكتابة به أو بحروفه في الرسائل والمعاهدات التي تتداول بينهم كافة. ولم تطرأ على اللغة العربية الإضمحلال والتقهقر إلا عندما خضعت القارة الإفريقية للاحتلال الأوروبي، وفرض هذا الاحتلال لغته على التعليم والإدارة حتى ركدت الأنشطة الفكرية بين صفوف المسلمين، وهيمن الاحتلال على ثرواتهم الثقافية. ذلك أدى إلى تراجع الاهتمام والعناية بالحرف العربي، وانصرف الناس إلى العناية والاهتمام بالحرف اللاتيني. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام البررة. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة بعد فاصل قصير نواصل من قطع فيها. ومنذ ذلك الوقت شرعت حكوماتهم تضع الخطط لجلب الإفريقيين إلى صداقاتهم، أي هؤلاء المحتلون شرعوا في الخطط لجلب الإفريقيين إلى صداقاتهم ومنح فرص الانتماء إليهم. وكانت المدارس في مطلع ذلك الوقت، يعني الاحتلال الأوروبي فتح مدارس وعلم الشعب الإفريقي الذي كان متأثرا باللغة العربية وهمش اللغة العربية ونهض باللغة الاستعمارية، وفتح المدارس والجامعات وأبعد الناس عن هذه اللغة العربية وهي لغة الدين، حيث إنها خلقت عاملا مشتركا في اللغة والمفاهيم. ما هي اللغات المكتوبة بالحرف العربي في القارة الإفريقية؟ قد عرف الشعب الإفريقي اللغة العربية والحرف العربي في وقت مبكر كما قلنا قبل الإسلام وبعد الإسلام لارتباطها بالثقافة الإسلامية. ومعرفة هذه الثقافة يتطلب منهم معرفة اللغة لكي يعرف الإنسان المسلم اللي يريد أن يعرف معاني الدين الإسلامي أو معاني القرآن والسنة النبوية لزم عليه أن يتعلم اللغة العربية لفهم المصدرين القرآن والسنة النبوية. ومعرفة هذه الثقافة يتطلب منهم معرفة اللغة العربية، وذلك مرتبط أساسا بالحرف العربي. من ينظر إلى الخريطة اللغوية بإفريقيا يضع آمالنا
على الوضع الحقيقي للغة العربية بالقارة الإفريقية. يعني وضع اللغة العربية له أمل كبير في أن يتحسن في هذا الوقت، وتكشف عن العلاقات المتشابكة بين اللغة الإفريقية وبين اللغة العربية. استفادت معظم لغات القارة الإفريقية كثيرا من الاندماج باللغة العربية المتمثل في الحرف العربي الذي يمثل جانبا تراثيا إفريقيا، وما يزال متداولا لدى كثير من مثقفي الأفارقة يتكلمون باللغة العربية ويتعلمون بها ويعلمونها، حيث تمت كتابة المراسلات والمخطوطات الدينية والدواوين الشعرية بالحرف العربي. الشعر مضمونه قد يكون باللغة الإفريقية ولكنه كان يكتب بالحرف العربي، وأغلب الشعوب الإفريقية متمسكة به على الرغم من القرارات الواردة عن كتابة بالحرف اللاتيني. يعني عندما جاء الاستعمار أو الاحتلال واحتل الدول الإسلامية في إفريقيا فرض عليهم هذه لغة الأجنبي وكتابة وتعلما، وعليه تبنت اللغات الإفريقية الحرف العربي. رغم هذا كله الشعوب العربية لأنها شعوب مسلمة اهتمت بالحرف العربي للغة العربية، وأنتجت به في مختلف المعارف إنتاجا رفيع المستوى. لذا كان الحرف العربي رمزا بديلا لأصوات اللغات الإفريقية، لأنها سباقة في الاتصال بالشعب الإفريقي. وقد سجل معهد متخصص بشؤون اللغات الإفريقية في السودان أرقاما للغات الإفريقية التي تمت كتابتها بالحرف العربي، حيث استطاع المعهد كتابة نحو 35 لغة إفريقية كانت تكتب بالحرف العربي، رغم الصعوبات التي تنطوي عليها هذه المهمة. منها أولا نأخذ بعض اللغات الحية التي ما زالت متداولة وينطق بها، هي اللغة السواحلية، وهي لغة رسمية لحكومة تنزانيا وكينيا، كانت تكتب بالحرف العربي إلى أن جاء الاستعمار فاستبدله بالحرف اللاتيني. هذه اللغة السواحلية ما يقارب 70% من مفرداتها هي لغة عربية تمازج في بداية في زنجبار. وحينما جاء الاحتلال استبدل الحرف العربي بالحرف اللاتيني، وبقي استعماله عند الشيوخ والفقهاء في التعليم، أي الحرف العربي، وهي لغة التعليم في تنزانيا. الآن تنزانيا تعلم الناس باللغة السواحلية في جميع المراحل الدراسية. ومن المخطوطات التي كتبت بالحرف العربي السواحلي قصيدة الانكشاف التي تعد من أقدم نصوص اللغة السواحلية الراسخة، كتبها عبد الله بن ناصر الذي عاش 80 عاما بين 1720 إلى 1820 في جزيرة باتي، وهي في تنزانيا في كينيا على الساحل الكيني. وتتضمن القصيدة 79 بيتا وفق نظام الشعر العربي الرباعيات، هي باللغة السواحلية ولكنها كانت تكتب بالحرف العربي وبالوزن العربي، وهي مكتوبة بلهجتي لامو ومومباسا. ثانيا لغة الهوسة، وهي من أقدم اللغات وأهم اللغات في غرب إفريقيا. كينيا وتنزانيا تعد دول واقعة على شرق إفريقيا، وأما لغة الهوسة فهي من أهم اللغات في غرب أفريقيا، وقد انتشرت في نيجيريا والنيجر وغانا، وهي لغة التعليم في شمال نيجيريا من مراحل ابتدائية وجامعية، وترجم بها معاني القرآن أبو بكر جومي بالحرف العربي، وترجم بها معاني القرآن الشيخ أبو بكر جومي بالحرف العربي. هي لغة هوساوية
كانت تنتشر في نيجيريا والنيجر وغانا، وهي لغة التعليم. ومن النصوص التي قدمها الكتاب بالهوسة نص شفاهي تم تدوينه أوائل القرن العشرين عن أصل شعب الهوسة، من ضمنه راتراي الإداري الأنثروبولوجي الإنجليزي في كتابه عن فولكلور الهوسة الصادر بلندن عام 1913، وأعيد نشره عام 1963، وللنص قيمة علمية في الدراسات الاجتماعية. ثالثا لغة الماندينغو هذه برضو لغة إفريقية كانت موجودة كغيرها من اللغات الإفريقية، كانت تكتب بالحرف العربي كالساحلية والهوسة والفولانية وغيرها، ولا يزال شيوخ الكتاتيب يكتبون بالحرف العربي في مجال ترجمة بعض الكتب الدينية والشعرية. ولم تقتصر جهودهم على الترجمة فحسب، بل إنهم نظموا أبياتا بلغة المادينغو بالحرف العربي على أنماط الأبيات العربية بوزن وقافية. اللهجة أو اللغة هي اللغة الأفريقية، ولكنها والحرف هو الحرف العربي ووزن بالوزن الشعر العربي يتحدث بها في هذه اللغة، يتحدث بها كل من السنغال وغامبيا وغينا بيساو وقينيا كوناكاري وغانا. هذه البلاد في غرب أفريقيا يتكلمون بهذه اللغة. رابعا اللغة الولوفية يتحدث بها كل من السنغال وغامبيا وجزء من موريتانيا، وتستعمل بصور أوسع نطاقا في الأوساط الشعبية مع الحرف العربي، تكتب بالحرف العربي، وهي من اللغات التي سجلت تاريخا في الكتابة بالحرف العربي. وقد قام شيخ لو بترجمة معاني القرآن بالحرف العربي من اللغة العربية إلى اللغة الولوفية بالخط العربي، وطبعته جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. وبجانب هذا قد أجري عمل أكاديمي إعداد معجم ثنائي عربي ولوفي قام بها أحد الطلاب السنغاليين من خريجي معهد الخرطوم الدولي لنيل درجة الماجستير. خامسا اللغة السنقية. اللغة السنقية هي من اللغات الإفريقية التي اتصلت باللغة العربية أو بالحرف العربي، ولأهلها دور بارز في تاريخ بلاد المسلمين بلاد السودان الغربي، ويتحدث بها كل من بلاد مالي والسنغال وموريتانيا وغامبيا، حيث كانوا يكتبون القرآن الكريم في لغتهم بالحرف العربي وينظمون به أشعارهم. قد عثر على قصائد منظومات عديدة بلغة سونغي كتبت بالخط العربي. من المعروف أن اللغات الإفريقية كثيرة، ويقدر عدد اللغات الإفريقية بين 600 إلى 1000 لغة، أغلبها كانت لغات شفوية لا تكتب، ليس لها تراث مكتوب. وأما اللغات المكتوبة منها وهي حوالي 30 لغة، فكانت كلها تصطنع الحرف العربي في كتاباتها، وبذلك أصبح الحرف القرآني العربي قناة أخرى أساسية للتواصل بين الشعوب الناطقة بهذه اللغات المكتوبة. وقد ظل هذا الأمر كذلك إلى عهد قريب جدا، أي إلى حين سيطرة المحتل الأوروبي على مختلف أنحاء القارة الإفريقية، فناهض الحرف العربي مناهضة لا تقل ضراوة وشراسة عن مناهضته لتعليم القرآن الكريم ولغة الضاد نفسيهما، وأحل بالقوة حروفه اللاتينية محل الحرف القرآني، فأصبحت هذه اللغات تكتب باللاتينية بعد أن كتبت قرونا طويلة باللغة
العربية، وهذا دليل على محاربتهم للغة العربية حتى يبعدوا المسلمين عن دينهم، عن فهم دينهم فهما صحيحا باللغة العربية. وفهم الدين الإسلامي لا يكون إلا باللغة العربية، ولذلك يصعب على الإفريقي أو غير الإفريقي من المسلمين فهم هذا القرآن إذا ترجمه بلغته وكذا. ولذلك نجد الاهتمام بهذه اللغة العربية في كثير من المجتمعات الإسلامية في العالم. فإن رغم إحلالها الحرف اللاتيني محل الحرف، فإن كثيرا من الأفارقة الذين لم ينالوا تعليما غربيا ظلوا يستعملون الحرف العربي، وأعداد هؤلاء وأمثالهم كبيرة، بخاصة في حزام السافنة التي تستخدم الحرف العربي، قد تأثرت بالنحو والصرف وأوزان الشعر العربي. وهذه اللغات هي أوسع اللغات انتشارا في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى اللغة العربية. وفي حين أن الثقافة الأوروبية لا جذور لها في القارة الإفريقية، وهي نتاج للمحتل بدأ وانتهى في القرن الماضي، فإن العلاقة الثقافية العربية بالقارة الإفريقية تمتد لأكثر من 1000 عام، وهي علاقة التزام عقدي روحي، وآثارها الباقية في الثقافة الإفريقية أكثر كما وكيفيا. وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي